خليك انت قاعد من غير جواز. في ناس في ناشئين الاهلي تحت 70 سنه بتتجوز. تعال نشوف اللي بيحصل. اللي يخلي بنوته صغيره تتجوز شخص كبير؟ يعني محمد مختار كبير عليكي، ايه اللي يخليكي تاخدي خطوه زي دي؟ هو ده سؤال برضه؟ ما اكيد عشان فلوسه، يا اما هينتج يا اما هيصرف. فرق بينهم 40 سنه، هيكون عشان ايه؟ طب ما انت شكلك صغير، لو محمد مختار قالك هتجوزك هتقولي له لا؟ يا استاذه ثانيه واحده، انت ما جاوبتيش على السؤال. ثم هو انت بتتكلمي على محمد مختار اللي احنا نعرفه ولا براد بيت؟ لا. بصي اقول لك على حاجه بجد والله، محمد شخص بتقعدي معاه بتاخدي منه طاقه. بيديكي طاقه؟ طاقه ازاي يعني؟ هو انا عايز افهم، انت متجوزه محمد مختار ولا متجوزه ريد بول ولا ستينج؟ عنده طاقه مش طبيعيه. اوبا، الراجل طلع ايرون مان زي الفل. في صريح العباره كده 64 حصان. خليكي اصلا تنسي، اولا هو مش باين عليه قوي السن. هي كل الحكايه 40 سنه، انتم مكبرين الموضوع ليه يا جماعه؟ تاني حاجه هو فعلا هيلثي جدا، حياته رياضه واكل صحي وكذا، وفعلا هو محافظ على نفسه بشكل فظيع. اللي هو لا، اذا كان كده فتمام قوي، بس الكلام ده انا سمعته قبل كده لما سعيد طرابيق اتجوز ساره طارق، وكان فرق بينهم العمر برضه 40 سنه. الله يرحمك يا عم سعيد. وكمان روحه مغطيه على اي حاجه تانية، يعني هو عنده روح. ايوه، انت كده جبت المفيد. عشق الجسد فاني، لكن عشق الروح هو اللي باقي. كوميدي محمد، خلي بالك الوجه ده مش بيظهر للناس، بس محمد كوميدي، يعني بيحب الضحك والفرفشه. طب يا جماعه انتوا ظالمين الست، كانت محتاجه كوميديان في حياتها. طب كنت اتجوزت قصقص واد زي العسل كده وجميل. والحياه فلا، يعني انا حبيته. شهاده لله، هو يتحب. هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياه بين اليمامه وطائر الرخ؟